عم ديفيد ارحمنا ارحمنا بقى. ديفيد جاجنز الشخص اللي تجاوز كل حدود المازوخيه وحبه للالم. راجل مفيش حاجه هيحس فيها بالمعاناه الا وهيروح يعملها. معروف ان ديفيد جاجنز بيشارك دايما في ماراثونات كتير جدا، اللي هي الماراثونات المشهوره هناك في امريكا. واحده من الماراثونات دي ماراثون اسمه باد ووتر، كان مشارك فيه في 2007. سباق عباره عن مسافه بتوصل ل 217 كيلو متر. مسافه منين بقى؟ من وادي اسمه الديث فالي، وادي الموت، لحد جبل ويتني في كاليفورنيا. كل ده في درجه حراره بتوصل ل 50 درجه مئويه. جوز المسافه دي كلها جري متواصل في من 24 ل 48 ساعه. يومين جري متواصل يا معلم عشان يخلص الماراثون ده. اللي قدامك دي بقى يا باشا مش كسور ومش اصابات ومش واقع على رجله ولا اي حاجه، دي حاله اسمها اديمه. تورم شديد جدا حصل له من الماراثون اللي شارك فيه ده. دي باختصار يا معلم هي عباره عن تراكم للسوائل في الانسجه بتاعه الجسم، بدل ما تكون في الاوعيه الدمويه بتبقى موجوده في الانسجه. في اليات كتير جدا لحدوث الاديمه ديت، منها رقم واحد زياده الضغط الهيدروستاتيكي. بس يا معلم عندنا الاوعيه الدمويه بتاعتنا فيها شويه ميكانيزمات بتخلي السوائل يا اما تتحرك من بره لجوه او من جوه لبره، منها الضغط الهيدروستاتيكي ده اللي بيخلي السوائل تتحرك من جوه الوعاء الدموي لبراه. في الحاله بتاعت ديفيد جاجنز نتيجه الجري كتير جدا، بنتكلم ان هو بيجري يومين كاملين عشان يخلص الماراثون ده. كميه كبيره من الدم بتروح للرجل عشان الضغط اللي حصل فيها والاجهاد العضلي اللي موجود فيها، فده بيزود الضغط داخل الاوعيه الدمويه، وبالتالي بيخلي الضغط الهيدروستاتيكي يزيد، اللي بالتبعيه بيخرج بقى السوائل اللي موجوده في الاوعيه الدمويه دي بره الاوعيه الدمويه ويدخلها الانسجه ويحصل له الاديمه. تاني حاجه عندك وهي زياده النفاذيه بتاعت الاوعيه دي. الميكانيزم ده هو البواب بتاع الاوعيه الدمويه. لو هو بقى قل، النظام ده قل، السوائل هتقعد تدخل وتطلع كده ايه وكلام من غير بواب، مفيش حد بيقول لها انت رايحه فين ولا جايه منين. نتيجه بقى الحراره الشديده، احنا قلنا 50 درجه مئويه اللي بيتعرض لها اللي بيشارك في الماراثون ده، يعني الاوعيه الدمويه بتاعت رجلك بتبدا توسع. لما بتوسع بقى بتزود النفاذيه بتاعتها، وبالتالي السوائل تقدر تتحرك من جوه الاوعيه لبراها. ده كله بقى بيعمل طبقه كده من السوائل موجوده في الانسجه، وبالتالي انت لما يعني مثلا دي كلها اثار ايد ديفيد جوجنز، لما انت بس تدوس عليها كده بصباعك تلاقيها بتغرز لجوه. شايف كده كميه من الميه هتدوس عليها هتلاقيها بتغرز لجوه. طبعا في عوامل كتير جدا ممكن توصلنا للحاله ديت، امراض القلب والكلى والكبد. من الاخر كده يعني لو انت خدتك الحماسه وحبيت تعمل زي ديفيد جوجنز، يعني ايه، خلي بالك من رجلك ومن حركتك والدنيا دي كلها، لان مش اي حاجه نعملها.